السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد عطية وفيديو جديد. فيديو النهاردة هنتكلم عن ازاي تفتح حساب بنكي في تركيا. وموضوع حساب البنكي في تركيا ده عامل مشكلة لناس كتير قوي، وانا بالذات اتعاملت مع الثلاث بنوك. في الثلاث بنوك واجه لي يعني مواقف كده وطرائف في الثلاث بنوك عشان بس افتح حساب. فانا جاي النهارده احكي لكم تجربتي وازاي قدرت افتح حساب هنا في تركيا، وايه نوع الاقامه كمان اللي انا فتحت بيها الحساب، لان الموضوع ده بيفرق جدا جدا جدا. فخليكم معانا وكملوا الفيديو للاخر. طيب، اول ما جيت تركيا زي ما قلت لكم كنت حاكي في فيديو قبل كده ان انا جيت شويه سياحه ورجعت مصر ورجعت ادرس ماجستير بعدها. في الاول لما جيت قعدت بتاع حوالي سنه غالبا. في السنه دي بصراحه انا ما فتحتش حسابات بنكيه، وكنت عايش بس كله كاش يعني. وكاش في تركيا صعب شويه، مش من ناحيه ان انت تدفع كاش، لا من ناحيه ان في معاملات كتير قوي مش هتعرف تعملها كاش. عايز تدفع بقى فاتوره كهرباء، فاتوره ميه، فاتوره كذا، عايز حد يحقق لك فلوس عند حد عايزه يحولها لك، فلو معكش بنك تضطر تتقابله، فانت عشان تغني نفسك من المواضيع دي كلها لازم تفتح حساب بنك. طيب، زي ما قلت لكم انا لما جيت في المره الثانيه كنت باقامه طالب. ولما لما يبقى معاك اقامه طالب، الطالب هنا في تركيا ليه الحق كامله سواء تركي سواء اجنبي ان هو يفتح حساب بنكي في اي بنك في اسطنبول، في اي بنك. ولكن في بنك واحد بس غالبا مش هيفتح لك لو انت اجنبي حتى لو طالب. هو بنك اسمه جارانتي، لان هو بيتعامل فقط مع الاتراك. ولكن غير كده كل البنوك مفيش مشكله خالص، تقدر تفتح منهم حساب بنكي. المشكله مش هنا، المشكله ان انت البنوك هنا في تركيا يعني مش كلها زي بعض. بمعنى انك ممكن صاحبك يدخل فرع يفتح حساب بنكي، مفيش مشكله، ما يطلبوش منه اي ورق، ما يعملوش اي حاجه، فقط ياخدوا اقامته ويمضوا على كذا ورقه والاجراءات البنكيه اللي موجوده في كل العالم اللي احنا عارفينها، ويفتحوا له الحساب ومفيش اي مشكله. انت تبقى يعني صاحبك خلاص فتح حساب بنك، قال لك روح افتح انت كمان، فانت تروح نفس البنك اللي راحه صاحبك بس فرع تاني، ممكن تلاقي حاجه تانية خالص غير اللي صاحبك قابلها. فهي دي المشكله بصراحه اللي واجهتني في بعض البنوك هنا. تمام. لما رحت اول مره فتحت بنك كويت ترك، وبصراحه لما فتحت بنك كويت ترك يعني ما قابلتش اي مشكله، فقط قالوا لي ان احنا لازم ادفع مبلغ معين. المبلغ معين دوت لما ادفعه هيطلع لي عليه كريدت كارد. فانا قلت لهم لا بصراحه انا مش عايز كريدت كارد. ف يعني خلاص الناس تفهموا وعرفوا تمام انا طالب مفيش مشكله، وفتحوا لي الحساب بدون اي يعني بدون اي مشاكل وبدون اي وسلاسه جدا وناس كويسه. وكوت ترك بنك كوت ترك حلو قوي قوي لو انت عربي وما بتعرفش تركي، لان هو في خدمه عملاء عربي. فبصراحه هتبقى مفيده جدا ان كل العرب اللي بيجوا هنا وما بيعرفوش تركي في الاول. بنك كوت ترك خدمه العملاء بتاعته فيها ميزه العربي، وكمان فيها ميزه انا لاحظتها في كذا فرع انا دخلتهم، ان فيها مش خدمه عملاء بس عربي، لا ده على الاقل في موظف في البنك يعرف عربي او يعرف انجليزي على الاقل في كل فرع من كويت تركي. بصراحه اللي انا دخلتهم، ودي شهاده حق اقولها، في كل فرع انا دخلته لازم يبقى موجود موظف يا بيعرف عربي يا بيعرف انجليزي، حاجه من الاثنين. تمام. لكن باقي البنوك بصراحه ما لقيتش فيها الميزه دي قوي. المهم عملت بنك كويت ترك وفضلت اتعامل بيه ومفيش اي مشكله، وادفع بيه فواتيري وكل الكلام ده. فلقيت ميزه تانية في بنك تاني فحبيت ان انا اعملها، وهو بنك ايش بنك. يعني لو سالت اي حد تركي او لو سالت اهل البلد هيقولوا لك افضل بنك تركي او افضل بنك تفتح فيه حساب هو ايش بنك. فانا بصراحه دخلت الفرع. فانا اول ما دخلت، هو طبعا انا شكلي اجنبي شويه، فانا اول ما دخلت قال لي لا اجانب ما بنفتحش الاجانب. فساعتها بقى كنت انا اشتغلت وكان معايا اقامه عمل، فقلت له بس انا عايز افتح حساب عشان السالري بتاع الشغل بتاعي يعني. فطلعت له اقامه العمل، شافها فتمام خلاص.
طالما انت بقى معاك اقامه عمل وحتى لو اجنبي بتسهل لك الموضوع شويه، غير لما تكون اجنبي باقامه سياحيه، دي بتبقى ممكن فيها اجراءات اكتر شويه. فبصراحه برضو عاملوني معامله كويسه، وقعدنا وفتحنا الحساب بكل سلاسه وبكل يعني سرعه، وكانت ناس كويسه جدا، وادوني كمان كريدت كارد من غير ما ادفع ولا مليم، والدنيا تمام وكل حاجه كويسه جدا، وخرجت تمام. ده كان تاني بنك اتعامل معاه والمعامله كانت كويسه. ايش بنك ما فيهمش تقريبا خدمه عملاء عربي، ولكن يعني الدنيا بتمشي تمام، يعني كم كلمه تركي اللي احنا حافظينهم بيمشوا الموضوع. اخر بنك بقى بصراحه اللي انا مش هذكر اسمه تمام، عشان ما حبيتش معاملته، وما حبيتش ما حبيتش الفايبس اللي هم بيعملوها، ويعني والاجراءات الكتير والفلوس الكتير اللي بتدفع عشان بس تفتح حساب. انا مش هقول اسمهم، ولكن هو بنك عربي تمام للاسف. انا بس كنت عايز افتح حساب فيه مش من حلاوته والله، هو بس عايز افتح حساب فيه عشان الشركه بتاعتي تتعامل معاه مش اكتر. فاسهل للشركه انها تحول كل رواتب الموظفين على بنك واحد على طول، لكن مش هيبقى مثلا تحول لكل الموظفين على بنك معين وانا اللي اتحول على بنك مختلف يعني. زي مثلا في مصر لما تيجي بتشتغل لكن زي مثلا في مصر لما بتيجي تشتغل في شركه، لو انت قاعد مع الاتش ار بتلاقي الاتش ار مطلع لك عقدك مع الشركه ومطلع لك ورق البنك عشان يفتحوا لك حساب بنكي في البنك اللي بتتعامل مع الشركه عشان يحولوا لك عليه المرتب. في تركيا في نفس الكونسبت، ولكن مش بالظبط. بمعنى لو الشركه مثلا في الاول كانت بتوظف 10 موظفين او 20 موظف مع بعض، فممكن مندوب من البنك اللي بتتعامل مع الشركه يجي الشركه ويفتح لهم كلهم حسابات ويمضيهم ومفيش اي مشكله، وكروتهم توصل على الشركه ومفيش مشكله. ولكن لو انت جيت لوحدك بعد ما الشركه فتحت الحسابات وبتاع، وانت جيت موظف جديد لوحدك، فمش هيجيبوا مندوب من البنك عشان موظف واحد. فالاسهل ان الاتش ار بيقول لك روح انت افتح حساب في البنك وتعالى لنا ادينا الحساب عشان نحول لك المرتب. المهم ده اللي حصل معايا، ورحت البنك اللي انا مش هذكر اسمه دوت، ورحت في الاول قالوا لي عايزين منك فلوس مبلغ معين، دفعت. قالوا لي الفلوس دي عشان تامين. قلت لهم تامين ايه؟ انا مش فاهم يعني تامين عشان افتح حساب بنكي؟ المهم ايه، عشان بس اريح دماغي وخلاص، انا عارف ان مفيش تامين ولا حاجه. دفعت الفلوس ومشيت. وفي نفس اليوم بتشيك كده الحساب ومش عارف ايه وبتاع، لقيت ان الفلوس موجوده ما اتسحبتش ولا حصل فيها حاجه. فقلت خلاص الفلوس دي بتاعتي هستخدمها. فاستخدمت نصها، يعني حولت نصها لبنك تاني عشان اعمل بيها حاجه تانية، وسبت نص الفلوس في الحساب. المهم بعدها بشويه او تاني يوم الصبح لقيت موظفه البنك بتكلمني تقول لي انت ليه سحبت الفلوس؟ رجع الفلوس في الحساب تاني، يا اما هنقفل لك الحساب. وكان التعامل سيء جدا جدا. فانا قلت لها انا لا عايز الفلوس ولا عايز الحساب، واقفلي الحساب وانا هعرف اتصرف يعني في الموضوع. المهم وفعلا عملت لي بلوك على الفلوس اللي في الحساب وقفلوا لي الحساب. وانا بصراحه خلاص قفلت من البنك ده، قلت مش هروح. وجربت ان انا اروح فروع تانية، ولكن كلهم قالوا لي مش هينفع، طالما انت فتحت في فرع معين لازم تكمل معاه للاخر يعني. فما عرفتش احل الموضوع وسبتهم خلاص، مش عايزها. سبت الموضوع لحد 6 شهور تقريبا، ورحت لهم تاني من قريب. قالوا لي لا، ده الفلوس بقى عشان تفتح الحساب بدل ما كانت مثلا ب6 بقت ب10 مثلا، فانت محتاج تدفع فلوس اكتر عشان تفتح حساب. فيعني معاناه كل ده عشان افتح، وفي الاخر برضو ما فتحتوش، ولسه عاملين بلوك على الفلوس بتاعتي. وحاجه يعني ما شفتهاش في اي بنك بصراحه تاني. وانا مستحيل اتعامل مع البنك ده تاني في حياتي في اي دوله، مش بس في تركيا، في اي دوله. البنك ده بالمناسبه موجود عندنا في مصر، هو بنك عربي، وانا مستحيل اتعامل معاه لا في تركيا ولا في مصر ولا في اي دوله هروحها، لان خلاص يعني المعامله هنا قفلتني منه مدى الحياه، مش هتعامل معاه تاني. هو كفايه عليا كويت ترك وايش بنك، الاثنين بصراحه ممتازين
وموفرين لي كل حاجه العميل يحتاجها يعني في الخدمات البنكيه، والناس لذيذه، والمكن بتاعهم في الشارع كله، وعشان اودع يورو او دولار او اي عمله في المكن مش لازم اروح البنك، فالموضوع بسيط ما فيهوش اي مشكله يعني. فالبنكين دول تمام. فنصيحه مني لاي حد لسه جاي تركيا جديد، لو انت جاي باقامه سياحيه او طالب خليك في كود تركي. لو معاك اقامه عمل روح ايش بنك افضل، او خليك بقى تشوف الشركه بتاعتك هيبعتوا لك السالري على انهي بنك، او هم بيتعاملوا مع انهي بنك يفتحوا لك عليه افضل يعني. بس ودي كانت تجاربي كلها مع فتح البنوك في تركيا، وازاي تقدر تفتح بقى حساب بنكي في تركيا. والحساب ما بيحتاجش منك اي حاجه، فقط الاقامه بتاعتك، وممكن يحتاجوا منك اثبات عنوان يعني فاتوره بس من كهرباء او ميه او غاز للشقه اللي انت قاعد فيها، وحاجه اسمها النفوس اللي هو سجل العنوان بتاعك بتطلعه من على ابلكيشن الاي دولت اللي موجود على موبايلك، اللي احنا كلنا قاعدين في تركيا كمغتربين وحتى كاتراك منزلين الابلكيشن ده، لان الابلكيشن ده فيه كل تعاملاتك في الدوله، في كل حاجه انت بتعملها، اي ورق انت بتطلعه بيبقى موجود على الابلكيشن ده. فانت بس بتجيب سجل العنوان من الابلكيشن ده وتجيب اقامتك وتديهم للبنك، وهو بيفتح لك الحساب ومفيش اي مشكله، والموضوع كله ما بياخدش نص ساعه. ودي كانت التجارب بتاعتي في فتح البنوك هنا في تركيا، ونشوفكم في فيديو جديد. سلام.